مشاهدي قناة بوان دي زاد، أهلا بكم أينما كنتم. الفنانة الجزائرية ياسمين بالقاسم لا زالت تحافظ على رشاقتها رغم مرور مدة زمنية على عملية شد البطن التي قامت بها في تركيا، وتقول بأنها أصبحت تأكل بكثرة إلا أنها لا زالت بنفس الوزن. شوفوا كليت وشبعت الحمد لله يا ربي، الحمد لله، ربي يجعلها نعمة دايما. وتفكرت حسيت بنفخة، تفكرت شعوري نهار اللي قبل ما ندير تكميم وقبل ما ندير BBL، من مور ما درت التكميم كنت كي ناكل كرشي تخرج. دوكا خزرت في روحي عبكم بلي مازلني ساعة هكا شغل كي نجوز على المرايا هكا نخسر في روحي، ولا كي نكون قاعده، سورتو كي نكون قاعده بزاف هكا نمس ملقاش كرشي. تخيلوا، تخيلوا هذه كرشي ما شاء الله بعد ما كليت، هذه بعد ما كليت وشبعت وني نحس روحي كليت بزاف ومنفخه. كما قالت الفنانة الجزائرية بأنها وضعت كل ثقتها في الطبيب التركي بولند وتشكره على تغيير شكل جسمها للأحسن. شوفوا يا البنات، صح سي فغي هكا كاين ناس يقدموا لكم خدمات تخلصوا عليهم غالي وتروحوا وتتمرمدوا ويصرا فيكم العجب وما على باليش واش، مي طيحوا في تقولوا دفا تقولوا بدراهمكم وطيحوا في ناس ما يصلحوش، ما عندهم حتى معنى. دونك على بيها شاك فوا نقول يا ربي الحمد لله، الحمد لله اللي طيحتني في طبيب هكا رائع وهايل وعنده اكسبيريونس وخدم لي خدمه كيما هذه، والله العظيم. ولا كونفيونس تاعي قد ما نحكي لكم قد ما نشكر ربي وقد ما نشكر الطبيب هذا قليل. كما تصرح قائلة بأنها غير نادمة إطلاقا على النقود التي صرفتها على عملية شد البطن في تركيا. يقول لكم زعما باغ اكزومبل ندوكم عند طبيب فلاني هو اللي يدير لكم، انتي اصلا هذاك الطبيب الفلاني تقدري تتلاقايه نهار بعد موراها ما زيديش كاع تشوفيه، غير يديروا لك لوبيراسيون ما زيديش كاع تلاقاي به، كونترول يديره لك المساعد تاعو من با ماشي هو. دونك انا خيرت دكتور بولانت على جال هاد العفسه، زيد الخبره تاعو صراحه. شوفوا كل فلس دفعتوا فيه ماشي خساره، ماشي خساره، ماشي خساره، ماشي خساره، نقولها ونعاودها، ماشي خساره، يستاهل، يستاهل. باسكو قد نعيا وانا نقول السيد بروفيسيونيل، السيد هارب في الخدمه تاعو. شوفوا انتم تعرفوني، تعرفوا الامانه تاعي، وكي نسي حاجه نقول لكم عليها بالديتاي. الوجعه كاينه، السطر كاين، مانيش حنكذب عليك نقول لك بلي سي سوبورتابل، نص نص. انا ما نطبعكش على راسك اختي، من عليه نطبعك على راسك، بالعكس انا هنا باش نشارك معك تجربتي. كاين الوجع، كاين الوجع، لا كاين الوجع، بصح كاين حاجه اللي يخليك تتحملي وجع الدنيا هو النتيجه اللي تشوفيها ومن بعد. او ماي جاد، شوفوا كنت موجوعه صار فيا الباطل موراها، غير رحت كونترول تكسلت باسكو مع الاول تمشيو هكا شغل شويه حابطين على جل الخياطه. ما نحكي على الناس اللي يديروا الخياطه باسكو اشاك فوا نفهمكم بلي كاين نوعين كامل، وانا نهضر ونعاود ويا ربي يا ربي كاين نوعين، كاين الشفط وكاين شد البطن الجراحي. انا درت شد البطن الجراحي يا اخي باسكو كان عندي ترهل في البطن، نحيت الترهل وخيط لي، نحالي الزايد وخيط لي ياك. كاين اللي ما يحتاجوش، كاين اللي حابين برك يشفطوا الزايد هذا، يعني ما عندهمش ترهل ولا كرشهم ماشي كبيره، عندهم زعما شويه هكا ينحوها بعد يلبسوا لاكان تعاود تلصق الجلده، تعاود تلصق مع اللحم نورمال، يعني عادي، هذيك ما تتطلبش خياطه او جراحه وكاع. دونك ماشي كيف قلت لكم بصح حتى الالم يكون ماشي كيف يعني الصراحه. مي قلت لكم كي تتكسلوا وتشوفوا النتيجه وتروحوا تشروا حاجه وتجيكم
ولا تقعدوا سيغتو كي تقعدوا وما كشي كرش. انا كنت كي نقعد كرشي هكا تدلدل، ممكن كنت رقيقه. انا عندي. وفي الأخير أدعوكم إلى مشاهدة آخر مقطع من هذا الفيديو. ايه ده؟ مالكم يا عيال؟ مالكم يا ستات؟ كلكم عايزين تشيلوا الكرشه؟ يا اخواتي بالراحه عليا، انا مش قادره استوعب كميه الرسايل دي. الله، ازاي اجاوب عليها كلها؟ ما انا مش قادره يا اخواتي. الله، ايه ده؟ فين النضاره؟ انا مش شايفه. بقول لكم ايه، ما تسيبونا كده من العمليات التجميل وتعالوا اجيب لكم حاجه للناس اللي عايزه تدرس. اصل الدراسه دي حاجه هي في الهليله. انا جايبلكوا عرض يفلق الحجر. ايه، بسم الله ما شاء الله، هتحبوه قوي انتوا وولادكم. وانتي هنا تعالي، ما تيجوا نجيب من الاخر. انا هقعد كده على قلبكم يومين 3 لحد ما تنتهي صلاحياتي. ها، حبيتوني كان به، ما حبيتونيش طز فيكوا كلاكوا وبقوا قابلوني.